انا ممثله بس ما بطلعش في ادوار رومانسي خالص. بتطلعي فين؟ انا بغير عليكي من مشي في الشارع، عامل لك جسم اسفلت تدوسي عليه، فوقعت قلبي وفضل يقول بوم 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 بوم. دلوقتي مشهد التمثيل ان هي هتوقعك في حبها. انا مش عايزك تقع بسرعه. ماشي ماشي. خلاها تطلع ابداعاتها، ان هي بتقول هي بتعرف توقع اي حد. مشهد تمثيلي اول مره. على فكره عينيكي جميله جدا. عارفه كل الناس بيقولوا لي كده. انت عارفه انا ممكن اخاف عليكي من اي حد يعكسك، احطك في رموش عينيا واتكحل عليا. عارفه ياما سمعت الكلام ده كتير عادي. لا والله. ده الجديد. طب اقول لك على حاجه، انا بغير عليكي من مشي في الشارع، عامل لك جسم اسفلت تدوسي عليه. عجبني. اكبر كده، بص وقعت ازاي بقى في حب. كمل. طب اقول لك على حاجه، احطك في شعري واتضفر عليا. لا عجبتني. ضحكت يبقى قلبها مال. ده كمل. كده يا ريس خلاص هنوصل اهو. طب انا نفسي اشوف بابا عشان اخطبك، ايه رايك؟ هو طبعا لما يشوف شنبك ده هيوافق على طول. الله اكبر. حبايبي تحياتي ليكوا. كمل والله لا تكمل، والله لا تكمل يا اخي. طب بابا هيرضى بيا بامانه؟ اكيد يعني انت داخل بشنباتك. ايه اللي بيميزها؟ شنباته. ايه اللي بيميزها؟ والله هي جميله جدا وقطوطه ومؤدبه جدا وانا عجبني فيها، فعشان كده انا ماسك فيها بايدي واسناني. وعلى فكره مش كل الجمال ولا كل الحلاوه، اهم شيء الاخلاق. اخلاقها جميله جدا فعجبتني، فوقعت قلبي وفضل يقول بوم 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 بوم. ريس هي مكسوفه مني والله، عشان عينيها مش قادر بقول اقول. لك مشهد تمثيلي خليكي ممثله. ما انا ممثله بس ما بطلعش في ادوار رومانسي خالص. بتطلعي فين؟ يعني بطلع بادوار شريره. طب على فكره بقى، بتقدم لك وانت هترفضيه ازاي؟ ايه؟ هترفضيه ازاي؟ ارفض مين بقى؟ هو دلوقتي بتقدم لك دلوقتي وعمال يحب فيكي، هترد عليه تقول له ايه؟ ارفضه يعني؟ والله بابي مش. عشان الفنان ابراهيم عشماوي فهتوافق بيا انا عارف. لا طبعا لو انا عايزه افكس له يعني. والله كان نفسي اكون معاك بس للاسف انا بابا اجبرني على ابن عمي. ابن عمها جاي من الخليج، هترد تقول لها ايه؟ ابن عمك ايه؟ انا ابن عمك وجدك وخالك وستك وامك وكل حاجه، ده انا هعمل لك الارض كلها ورد والماظ وياقوت. ده تحرميني من حنانك؟ ينفع الكلام ده؟ هو عندك الكلام ده لكن عند بابا مش هيرضى. قولوا له ايه مميزات؟ ايه مميزاتك طيب؟ مميزاتي كتيره قوي، وافرش لك الدنيا كلها فلوس وذهب وكل حاجه. فلوس وذهب يبقى افكر. هنخلي الجمهور اللي يفكر. ايه رايكم في المشهد التمثيلي ده؟ وعلى فكره انتظرونا في الجزء الثاني جديد في جديد، واحلى تمثيليه للشعب الجميل اللي هو بينجح الممثل. مين من ميكو ولا حاجه.